ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى عدس. الجو ساقع طبعا، والدنيا ساقعه، والعدس بيدفي وبيدي للجسم سخونيه، حاجه كده جميله جدا. معانا 3 طماطميات وجزرتين صغيرين وبصلايه و3 فصوص من الثوم. هنبدا نقشر الثوم مع بعض، ونقشر البصل ونقشر الحاجه وننضفهم كويس ونغسلهم تحت الحنفيه، وننضفي الحاجه بتاعتك كويس. اهم حاجة اتأكدي من نظافة الحاجة. هنبدأ نقشر اهو لسه مع بعض. هنغسل الحاجة وهبدأ اقطعها معاكم. جبت القطاعة بتاعتي وهبدأ اقطع عليها شرايح كده. قطعيها كلها شرايح زي بعض متساوية، وقطعي الجزر حتت صغيرة عشان تبقى سهلة في السوى معاكي. انا حاطة على النار حلة وفيها مية بتغلي، حلة على قد العدس اللي انا هعمله. حطيت معلقة الرز على ربع كيلو عدس، بتخلي قوام العدس جميل جدا وطعمه بتوديه في حتة تانية. حطيت الحاجة اهي مع بعض وهسيبها تغلي وتستوي لغاية ما تديك القوام ده، وابدأ افرمها في الخلاط. عندك الهاند بلندر هيوفر عليكي كتير جدا. هتروحي مشغله الهاند بلندر والحله مكانها، هيوفر عليكي كتير خالص. انا هبدا اعمله كله في قلب الخلاط واشطه في الحله، ونرجع مع بعض تاني. هعمل انا بقى حبه فتة عدس والله العظيم بيبقوا تحفه. هيقولك الفته للحمه بس، لا احنا هنعمل فته للعدس على رأي طريقه امي زمان. حطيت فص الثوم مع ندعه زيت وقلبته لغايه ما اتحمر، ورحت حط عليه رغيف وفضلت اقلب فيه، وحط عليهم حبه العدس. وبعد كده هغطيه واسيبه لغايه ما يطرى معانا العيش ويبقى كويس. رجعنا مع بعض، حطينا الحاجه، حطينا العدس في قلب الحله على النار. حبه ملح بقى، واحده مرقه دجاج، مع حبه كمون، مع ندعه فلفل اسمر، وقلبي بقى وهتدوقي احلى عدس والله الريحه تجنن. وبعد كده فرغنا مع بعض عدس وفتت العدس، وحطينا حبة مخلل كده حاجة تفتح النفس، وبصلاية عشان انا بحب البصل جنب العدس. وبألف هنا وشفا حبايب قلبي، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة.